اهلا بيكم في اول ريفيو شامل لل 3 دي برينترز في مصر. الفتره الجايه ناويين نقلب مصر ان شاء الله في مجال ال 3 دي برينتنج. هنقدم مراجعات لل 3 دي برينترز وشرح كامل للمجال وكورسات مجانيه لاي حد حابب يدخل المجال ده. انا محمد جوده، النهارده هنعمل انبوكسنج لانكيوبيك كوبرا 3 كومبو. البرينتر اللي معانا النهارده تم اصدارها في سنه 23. الفكره اللي كانت عندهم هم انهم يعملوا برينتر مالتي كالر وبتجمع ما بين سرعه ودقه بسعر مناسب. طب هل البرينتر بقى نجحت ان هي تحقق المعادله اللي كانوا عايزينها ولا لا؟ ده اللي هنشوفه وهنقدر نحكم عليه في اخر الفيديو. اول حاجه هنلاقيها معانا وهو المانيوال اللي مش هتحتاجه بعد ما تشوف الفيديو او معظمنا ما بيبصش عليه. تاني حاجة معانا وهي لوت اند، شكلها جديد. وطبعا لوت اند زي ما احنا عارفين اللي بيكون فيها معظم التفاصيل في البرينتر او المشاكل او قطع الغيار اللي بتحتاج تستبدل، سواء هيتر او ان تي سي او نوزل الخ الخ. رجعوا لان هم يحطوا اللمبة اللي بتنور على البارت بدل ما تضطر تنور بكشاف او باي حاجة تانية. فخلال الموديل ما بيطبع هتبقى انت قادر تشوف من خلال اللمبة دي كانت تتشال بكل الاصدارات اللي كانت قبل الكوبرا 3. ده التايتن اللي بتقدر تقرب بيه على الام كي 8 اللي بيبقى موجود جوه هنا زي ما احنا عارفينه. وده الجزء بتاع المالتي كالر اللي بنحط فيه التeflon تيوب عشان تاخد الاربع الوان بتوعنا. عندنا هنا الجزء بتاع الفيلامنت كاتر. في الحاجه الجديده ان هم حاطين السوكت هنا بقى تايب سي بدل الجاك العادي القديم اللي كان بيضايق الناس كلها وان في مشاكل كتير يعني. ده طبعا غير ان درجه الحراره بقت بتوصل بتاع الهوت اند لحد 300 درجه مئويه. لو بنتكلم عن الهوت اند بيبقى هو الجزء اللي هي الحته دي بس، لكن ده كله على بعضه يسمى بالاكسترودر. ليه؟ عشان الجزء بتاع الموتور اللي هو بيشد الفيلامنت نفسه موجود معاه، لكن لو شلنا الجزء ده فهنسمي الحته دي بس هوت اند، او دي هتتسمى هوت اند يعني. خلصنا بقى من الهوت اند، تعالى نخش في الحاجه اللي بعدها. بيبقى عندنا كيس فيه طبعا الفلاشه وشويه المسامير والعده اللي هتقدر تجمع بيها البرينتر كلها، وكل كيس بيبقى مكتوب عليه هو بتاع ايه. مثلا ده مكتوب عليه ان هو بتاع الكاب. طبعا الفلاشه ممكن نستخدمها او ممكن لا، لان طبعا المكنه فيها واي فاي فانت هتقدر تبعت ليها الفايلات على طول من غير ما تحتاج الفلاشه. دي عينه فيلامنت برضو ما بننصحش باستخدامها وبنرميها دايما. دي بقيه المسامير والسكروز. طبعا في حاجات تاني زي حاجه زي كده، ده الكيبل مانجمنت. عندنا دي الوايبر اللي النوزل بتيجي تمسح فيها هنا، تبقى موجوده في اخر البيت ده هنشوفها على المكنه. سلاكه للنوزل، لكن الكلام ده كله ما يخش على اللي بعديه. تالت حاجه معانا هي الكابلات والسبول هولدر. طبعا واحد بيكون للاي سي اي، هو بيبقى اختصار لانكيوبيك كالر انجن، واحد بتاع المكنه. وده لو احنا هنستخدم بكره واحده بره هنركب دي في المكنه ونحط عليها البكره، مش هستعمل كالاي سي اي يعني. رابع حاجه هتكون معانا هي السكرين، اللي طبعا اكيد هتكون تاتش. وطبعا في حاجه جديده فيها ان هي بتتحرك مش ثابته زي بقيه الموديلات يعني. اخر حاجه معانا في الباكينج ليست وهي الوايبر، ودي المحب ده بيتركب في نهايه محور اكس. الهيد بتروح عنده عشان تتخلص من بواقي اللون القديم وتبدا في اللون الجديد. طبعا ده هيفيدنا في ايه؟ ان هتلاقي اللون جاي شارب كده، ما يبقاش فيه حته داخله على حته. فانا لو عامل العين مثلا فما الاقيش حاجه جايه ابيض تحت هنا. نخش على التقيل ده وهو الاي سي. وطبعا ده بوكس، ده اللي بيحط فيه الفيلامنت، بيشيل لحد 4 بكرات بدل ما تقعد تزهق نفسك وتبدل ما بين البكر. فانت هتاخد البكره اللي عندك هتحطه هنا وتشتغل على طول. ولو في بكره مش هتكفي هو هيقول لك طبعا ممكن تحط بكرتين من نفس اللون عشان خاطر لما واحده تخلص يبدا يشتغل من الثانيه، بس دي هتعرفها له على البرنامج. مشكله كمان بتواجه الناس وهي ان لا، لو حاطط البكره هنا والفيلامنت اتلف على بعضيه او اتعقد، في الحاله دي الاي سي اي هيديتكت الموضوع ده وهيدي لك ايرور ويقول لك ويوقف طباعه عشان ما يبهدلش البار. اللي بيفرق الاي سي اي عن الاي ام اس بتاع البامبو هو ان في دراير، مش زي البامبو انا مجرد ان انا بحط سيليكا جيل واقفلهم بس، لا هو بيشتغل كمان كفيلامنت دراير. نخش على اخر حاجه معانا وهي البرينتر نفسها. طبعا شغاله البرينتر كارتيزيان 4، فبالتالي هي عندنا اكس وواي وزد. كل محور في موتور واحد مسؤول عنه. هنا الزد مش شايله موتورين نتيجه ان حجم البرينتر نفسها مش كبير، فزيها زي الموديلات اللي قبل كده شغاله بموتور واحد في محور زد. بس ده مش هيفرق معانا يعني ان محور يسبق التاني، عشان خاطر السكرو اللي هنا مربوط بالسكرو اللي هنا عن طريق البلت ده. فده بيضمن لي ان لما ده يلف ده يلف معاه، مفيش واحد يسبق التاني، فما يحصلش الميل اللي احنا ممكن نخاف منه من
باستخدام موتور واحد يعني. طبعا عندنا البيد بتكون ماشية على محور واي، والهيد بيبقى مسؤول عنها محور اكس والموتور بتاعه هنا، وده محور الزد. وطبعا البرينتر شغالة كلها سنسور ليس، مفيش ليميت سويتش في نهاية اي محور ممكن نلاحظه موجود معانا، لا في زد ولا اكس ولا واي. حاجة كمان موجودة في البرينتر معانا وهي الفليكسبل بيد او البي اي شيت. طبعا هو بيكون تكتشرد من الجنبين، اقدر اطبع على اي جنب فيهم. طبعا نتحدد من هنا عشان خاطر لما تيجي تركبه تاني يركب معاك، يبقى يركب بسهولة، ما تلاقيش حتة راحت يمين او شمال. طبعا الفريم بتاع البرينتر كله معدن، ودي حاجة كويسة برضو، بتضيف قيمة للبرينتر انها ما بتكونش خفيفة بسهولة او سهلة يعني ان انت تحركها يعني. في برضو الرجلين دي وهي كويسة، ان انا مش قادر احرك البرينتر، سهل ان هي تجري مني وهي شغالة، سواء شدت فيلمنت او حصل اي حاجة يعني. حاجة كمان كنا شفناها في الكيس بتاع قطع الغيار، ولا اللي جاي معانا قطعة زيادة، وهي البراشر اللي النوزل بتمسح فيها، تتمسح فيها في اول الطباعة يعني، بدل ما تضطر ان انت تيجي وتشيل اي زياده نازله من النوزل، فهي هتيجي هنا وتشيل اي زيادات لوحديها عشان تبدا على نظافه يعني. هنلاقي كمان في البرينتر من قدام مخرجين، هنا مكان يو اس بي لو هتركب كاميرا او فلاشه، والمكان التالت بتاع الاي ام اس. وكمان طبعا مضغوطين برابر كفر عشان خاطر اي تراب او اي حاجه ممكن تخش جوه يعني. بعد ما جمعنا البرينتر او هو الشكل الجديد كله او النظام الجديد في البرينترز عموما، هي بتيجي شبه متجمعه، انت مش بتعمل حاجه، يبقى كلهم بتاع 5-6 مسامير او 8 مسامير، بتجمعهم والموضوع بيكون منتهي. زي ما شفنا هي طالعه من الكرتونه بالشكل ده على طول. ركبنا بس الهوت اند، وهي بتعتبر هو مسمار واحد ده وصاموله واحده، الاكسنتريك نوت اللي هنا او سبيسر هي اللي بتكون مريحه، بنركبها ونقرط عليها وخلاص. طبعا قبل ما نشغل بنتاكد ان كل حاجه تمام. بالنسبه للحركه ان هي سموث، عشان لو في اي افيز مثلا حاجه مربوطه بيه، هو هنا مفيش، بس في بعض المكن بيبقى فيه في اي حاجه بتعوق المحور من ان هو يوصل من الاول للاخر، بنتاكد ان هو بيتحرك معايا بسلاسه. طالما بيتحرك معايا بالراحه وتمام، مفيش اي عضه، مفيش اي حاجه بتعطلنا في النص، يبقى احنا كده تمام. بتاكد من حاجه كمان وهي ان مفيش اي حاجه بتلق، ده بيبقى نتيجه من مشكله ايه، برجع اعرض على الاكسنتريك سبيسر اللي بتكون موجوده من تحت، او ان هي النظام ماشي ازاي، بيكون عندي 2 سبيسر ورا بعض وثالثه بتكون اكسنتريك، او لو هم 4 هيبقى 2 عاديين و2 اكسنتريك. فبتاكد ان دي ما فيهاش لا، ان هي ثابته. طالما بقت ثابته معايا كده خلاص، يبقى كده انا عندي هنا الدنيا تمام في محور اكس. هتاكد من محور واي نفس الكلام، همسك البيد من الطرف وهبدا احرك. طالما مش بتلق معايا، لو خدنا بالنا واحنا بنجمع ان انا ميلت لتحت ربطت حاجه هنا، فدي كانت الاكسنتريك سبيس. طالما مفيش لا زي كده والدنيا شغاله بتتحرك معايا سموث كده ومفيش اي مشاكل، يبقى احنا كده تمام. هنبدا نشغل بقى. هنبدا اول حاجه نحط الفيلمنت، بعد كده هنخلي البرينتر تعمل كاليبريشن لنفسها. انا مجرد ما بدل البرينتر اول طرف الفيلمنت، هي اوريدي بتسحب الباقي وبتكمل. طبعا هنا في حاجه كمان كويسه فرقت عن الام اس اللي موجود في البامبو، ان البكر بتاع الايسان الكرتون محتاجش ان انا اطبع له حاجه عشان خاطر يبدا يتحرك جوه الاي سي اي. وهتمسح برضو الزيادات اللي هتنزل من هنا. الحاجات الرخمة اللي موجودة طبعا ان الكابلات ماشية جاية على المحور هنا، سواء وديتها على جنب، على الجنب ده وعلى الجنب ده، فهي طبعا مش مريحة ومش صح ان هي تبقى كده، بس هنتصرف في الموضوع ده بعدين يعني. ممكن نبقى ناخد الام اس نحطه من قدام من الجنب التاني، او نخلي الكابلات تبقى كلها من قدام يعني دي حاجة نتمنى ان هم يصلحوها يعني. ودي من ضمن العيوب طبعا اللي موجودة في الشكل ده، ان كل المخارج من قدام، سواء الفلاشة او ممكن على الكابل ده كان مثلا خلاه عادي طالع من ورا، فيبقى داخلين من هنا من غير ما يتشاف، او ان هو يعطلني في اي حاجه وانا بشتغل من قدام. هو عادي ان انا ابقى جنب المكنه او بلمسها او بحرك حاجه، لكن لما بنيجي المرحله بتاعه الفايبريشن كومبنسيشن، فانا ما ينفعش المسها ايدي ابعد ايدي عنها لحد ما تخلص. نبدا نطبع تيست برنت اللي بيجي مع المكنه، بعد كده نبقى نجرب نعمل واحد احنا بالاعدادات بتاعتنا. نختار البنشي. طبعا اول ما بنيجي نشغل المكنه يعني خلي المكان او اعمل حسابك ان انت هتحتاج الواي فاي عشان خاطر
تنزل هتعمل ابديت للفيرموير. فده طبعا ضاف مميزات جديده مش ما كانتش موجوده قبل كده، زي ان شكل الموديل عندنا موجود هنا وشويه اعدادات هنشوفها مع بعض. بقى موجود ان انا لو نسيت ان انا افعل الاوتو ليفلنج من السوفت وير او من الابلكيشن، فمتاح ان انا افعله من هنا، او الانبوت شيبنج، او لو عايز اعمل تايم لابس ووصلت كاميرا وكده. وبقى كمان هنا متاح ان انا كل لون انا بخش من هنا بحدد اللون ده هو ايه. انا مثلا عندي اللون رقم 1 هو دارك بلو، فاخش عليه اديت هنا واختار اللون بتاعي مثلا البلو، والنوع الماتيريال نفسها هتكون ايه برضو بقيت بعملها من هنا على طول. ده هنا البريهيت، خش هنا على البراند سيتنج. بقى عندي هنا لو عايز اشغل الليد لايت اللي موجودة في النوزل، لو في كاميرا هتطلع نفس الكلام برضو. انا كده حددت، انا معرف لون 2، انا عايز اعمل البنشي لون واحد بس ما يبقاش 2، فعملت سيلكت على اللون ده رقم 3. انا ممكن اضيف ACE كمان واعمل لحد 8 الوان. يلا دوس برين. نشيل الموديل اللي اتطبع، طلع طبعا الكواليتي بالنسبة لي السرعة فدي مرضية جدا جدا. كمان بعد ما جمعنا المكنة وعملنا كاليبريشن وركبنا الفيلمنت، جه الوقت ان احنا نقيم البرينتر ونجاوب على السؤال اللي سألناه في اول الحلقة: هل الانكيوبيك نجحت ان هي فعلا تقدم حاجة سريعة وبتدي كواليتي كويسة وبسعر مناسب ولا لا؟ نتيجة للموديل اللي طالع معانا والتجربة كلها، فاقدر اقول ان هم نجحوا جدا في ان هم يعملوا حاجة زي كده. الكواليتي بصراحة كويسة، السعر طبعا هيكون مقارنة بالحاجات اللي في السوق هيكون مناسب جدا، غير لسه الابديت اللي بينزلوه في المكن او الابجريد اللي نازل للمكن، انها تبقى نازلة مثلا حاجة زي كوبرا ماكس، فدي هتكون بارتفاع اكبر من كده بكتير، والسعر برضه بتاعها هيبقى كويس. يمكن دي حاجة جديدة لسه اعلنوا عنها بس خلال الفترة القريبة اللي احنا فيها دي. فالمكنة كشكل يعني شكلها جميل بصراحة، والخامات المستخدمة فيها كويسة. كسرعة هي اسرع من مكن البامبو، تدينا يعني مثلا لو حاجة تاخد 10 ساعات على مكنة بامبو ممكن تاخد 7 ساعات على كوبرا هنا. بس طبعا اللي بيفرق البامبو هناك عندنا في فرايتي كبيرة، وفي مكن الطول مفتوح، ده الفرق اللي هيكون موجود يعني. وان شاء الله بعد كده بنعمل مقارنة واضحة ما بين مكنة بامبو وما بين كوبرا 3 يعني. وفي نهاية الفيديو نحب نشكر كل واحد وصل معانا لحد المرحلة دي من الفيديو، وما تنساش لو في اي تعليق او في اي نصيحة او نقد بناء او غير بناء يعني برضو هنرحب بيه وهنسمعه من حضرتك.